الأهلي يحسم القمة. نسر الأهلي يحلق فوق استاد القاهرة. الأهلي قلب الطاولة على الزمالك وفاز من 2-1. الزمالك تقدم الأول من ركلة جزاء عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32، لكن الأهلي رجع في الشوط الثاني. حسين الشحات عدل النتيجة في الدقيقة 71، وتريزيجيه حسمها من ركلة جزاء في الدقيقة 78. الأهلي دخل المباراة متأخر، لكنه في الشوط الثاني ظهر بلياقة أعلى وضغط متواصل. تغييرات النحاس كانت مفتاح الفوز، خصوصا نزول الشحات اللي صنع الفارق بتحركاته السريعة. أيضا تريزيجيه كان أخطر لاعبي الأهلي. الدفاع أجاد في آخر نص ساعة وسد أي ثغرات. الزمالك بدأ منظم وضغط على الأهلي في نص الملعب الأول، لكن بعد الهدف تراجع واعتمد على المرتدات. المشكلة إن لياقة الفريق انخفضت، وخط الوسط أنهار أمام ضغط الأهلي. كمان غياب الفاعلية الهجومية بعد التقدم سهل المهمة على الأحمر في الآخر. الأهلي خطف القمة بذكاء ومرونة تكتيكية، والزمالك دفع ثمن التراجع.